جزء كبير من الخسائر الماديه المباشره على ملاك السيارات والغير مباشره على الدوله وجود حفر او مطبات بدون مراعاه لاي عامل من عوامل جوده الطرق، وده يا اما بيؤدي الى حوادث او بيؤدي لاي نوع من انواع التلف في السياره، زي الكسر في الراداتير او في الفتيس او في الموتور من تحت او علبه البيئه والشكمان، بالاضافه لتلف العفشه. والدي ايش مطبه، معنى الله ايش مطبه. كل الخسائر ديت ممكن نتلافاها لو المؤسسات المسؤوله عن عمل المطبات ديت اشتغلت بشكل كودي ومظبوط وعلمي، وخرج من الموضوع دوت مقاولين الانفار والاهالي بطلت تعمل مطبات قدام الاماكن اللي هي شايفه اللي ده يخصها واللي هي كده بتعمل للصالح العام. يلا كل واحد يبغى يحط مطبع البيت يحط، يلا تكسر السيارات المسلمين. انما انا جاي اكلمكم النهارده عن حاجه تانية خالص، موقف على طول بيتكرر باستمرار، تبقى ماشي في طريق وتلاقي مطب عالي ومش عارف تعمل فيه ايه، وعربيات ماشيه وراك وضغط عليك. اقول لكم تعالوا نشوف الموقف ده عمل ايه. اصبر، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل المطب ده. طلقت يا عم استنى، طلقت. طب كلاكسي انت مش شايفها؟ اصبر بقى، عدي اهو، ركبت لك على جنب اهو، خلينا واقف في الشمال. يا عم عدي والنص، يعني اعمل ايه؟ انا مش طالب الرحمه من الناس اللي ورايا وبس، انا طالب الرحمه من الناس اللي بتعمل المطبات ديت. انت بتمنع الاذى باذى تاني قض، فيا تعمله صح يا ما تعملوش. لو متفق معايا بقى شير بقى في كل مكان، ما تنساش تعمل متابعه. ربنا يستر طريقكم، سلام.